بيبتدي الفيلم في إحدى نوادي عصابة ياكوزا المشهورة في اليابان، وبنشوف راجل عجوز بيرسم وشم للزعيم، وهنا وصل ظرف للنادي فيه رسالة، فالزعيم قال للمساعد بتاعه افتح الظرف، ولما فتحوه نزل منه رمل اسود. طبعا استغربوه، لكن العجوز اتصدم لما شاف اللي حصل. الزعيم قال له مالك؟ فقال له انا شفت حد بيفتح ظرف زي ده من سنين، وكان معاه ناس وفضلوا يضحكوا زيكم كده، بعدها خرج من الظل وضحكهم اتقلب دم. الزعيم قال له ايه اللي خرج من الظل؟ العجوز قال له مش هقدر اقول الكلمة. بعدها فتح الروب اللي لابسه وقال لهم انا اتصبت من شفرتهم قبل كده ونجيت بمعجزة. فبصوا على الوشم اللي على صدره، فالمساعد قال للزعيم دي النينجا، وبدأوا يضحكوا عليه. وفجأة شفرة حديد ضربت راس المساعد بقوة فقسمتها نصين وطارت. الكل اترعب من اللي شافه. بعدها بنشوف المصابيح بتتكسر والنور بيطفي، وهنا كل واحد مسك سلاحه، وفجأة سلسلة حديد نزلت جرت واحد منهم لفوق. بعدها نزل أشلاء على الأرض، وهنا الكل اتجنن وبدأوا يضربوا نار عشوائي من الرعب. وبنلاقي الشفرة الحديد بتطير بقوة وبتكسر الأسلحة وبتقطع الأيادي وبتخترق الأجسام من غير ما نشوف اللي بيضربهم. الزعيم بص حواليه لقى النادي عبارة عن أشلاء. بعدها فضل يصرخ ويقول انت مش مضطر تقتلني، انا هديك الفلوس اللي عايزها. وهنا العجوز قال له مش هتقدر تساومه لانه مش بني ادم. وفجأة الشفرة الحديد طارت قطعت ايد الزعيم، بعدها قطعت رقبته. وهنا اخيرا ظهر النينجا بملابسه السوداء ومش باين بس غير عينيه. فالعجوز قال له طول حياتي بحكي قصتك ومحدش بيصدقني. بعدها النينجا قتله بالسيف. بعدها بيتنقل بينا المشهد لمقر الشرطة الأوروبية، وبنشوف ميكا وهي بتكون باحثة، وهي بتدخل لزميلها العميل ريان مازلو ومعاها ملفات كتير. فعرف إنها تتكلم عن موضوع النينجا اللي شاغلها، فسألته عن مقتل ملكة كوريا في القرن ال19 على إيد إحدى عشائر النينجا. فقال لها أيوة عارفها بس ده كان زمان. قالت له عشيرة أوزونو هي اللي قتلتها. ولما رجعت محاكمة المتهم لقيت المحامي سأله عن دفع 45 كيلو ذهب للي قتلها، فأنكر، وده اللي خلاني أشك لأنه نفس القيمة اللي اتدفعت لعشيرة أوزونو عشان تقتل عصابة ياكوزا الأسبوع اللي فات. قال لها يعني السعر ثابت رغم مرور السنين؟ قالت له بالظبط، العشائر اليابانية دي عمرها أكتر من 1000 سنة. فقال لها وإيه اللي يثبت؟ قالت له أنا بحثت أكتر واكتشفت إن اليوم اللي قبل اختيار رئيس وزراء روسيا تم تحويل 1,555,000,000 دولار من بنك شنغهاي، وده يساوي 45 كيلو جرام دهب في الأسواق الدولية. الكلام ده حقيقي مش خيال. بعدها بنشوف شاب ياباني في مغسلة اسمه رايزو، وهنا فيه بنت طلبت منه يساعدها في تطبيق المفرش، فراح لها وسألها انت من انهي عشيرة نينجا؟ هنا البنت استغربت وابتسمت لانها عرفت انه اكتشفها، فهجمته على طول بالسلاح. رايزو اشتبك معاها وواضح انها متدربة كويس، وصاحب المغسلة كان بيتفرج على التلفزيون فخرج لقى واحدة من الغسالات شغالة وبيتسرب منها دم، وبنعرف هنا ان رايزو خلص عليها. بعدها ميكا قابلت ريان على الغدا، فقال لها انا جالي تقرير من صديق في موسكو كتبه عميل في الاستخبارات اسمه أليكسي، وذكر ان فيه عمليات اغتيال سياسية قامت بيها شبكة قديمة. فقالت له ايه اللي حصل؟ قال لها العميل طردوه من الشغل لانه اصر على تقاريره ومحدش صدقه. بعدها بنشوف رايزو كان رايح لشقته، فالعامله قالت له كان فيه مشكله واضطرينا ندخل شقتك، بس ليه شقتك ما فيهاش اساس كتير؟ قال لها والدي مريض ومستني اتصال عشان اسافر. وهنا رايزو بدا يطمن على اسلحته ومنها الشفره الحديد اللي شفناها اول قصتنا. وهنا رايزو بدا يفتكر اول يوم وهو صغير في عشيره اوزونو، وفي مره قدر يتغلب على زميله بكل قوه، والزعيم اوزونو علمه درس وقتها ان ما ينفعش يكون في قلبه اي شفقه. الزعيم اوزونو كان قاسي جدا في التدريب، وفي مره رايزو غلط فالزعيم قام وضربه بالعصايه على رجليه الاتنين بقوه لدرجه انه كان بيمشي وهي بتنزف دم. وفي الليل بنشوف زميلته كيريكو راحت له وعالجت رجليه، وهنا نشأت بينهم صداقه قويه. وبنرجع للوقت الحاضر وبنشوف ميكا راحت لزوجة أليكسي عميل المخابرات الروسيه اللي تم طرده بسبب تقريره. فزوجته قالت لها من سنتين بعد اختيار رئيس الوزراء الروسي أليكسي بدأ يوظف ناس لزياده الأقفال وكمان كاميرات مراقبه ومصابيح في كل مكان عشان ما يبقاش فيه ظل. وفي يوم شاب جه البيت وقعد فتره مع أليكسي، بعدها خرج. ولما رحت لأليكسي كنت اول مره اشوفه خايف. ميكا قالت لها هو مات ازاي؟ قالت لها في يوم المصابيح بدات تتكسر، بعدها النينجا قتلته. بعدها ادت لميكا صندوق خاص بزوجها وقالت لها انت اول واحده تاخد الموضوع بجديه. بعدها ميكا فتحت الصندوق فلقت اوراق مهمه عن النينجا ولقيت شريط فيديو. لما شغلته لقيت شخص بيقتل حد، والمفاجاه ان الشخص ده يبقى رايزو. بعدها بنشوف رايزو وهو بيتدرب في شقته بكفاءه عاليه ومعاه سلاحه المفضل وهي سلسله حديد متثبت في اطرافها سكينه حاده جدا. بعدها بنشوف ميكا وهنا دخل مكتبها عميل وقال لها انا من الشؤون الداخليه، فسالها انت بتشتغلي مع ريان مازلو؟ قالت له ايوه. فقال لها وبينكم علاقه غراميه؟ هنا ميكا استغربت. بعدها قال لها انتوا اتغديتوا سوا يوم 13 و18. قالت له ده طبيعي لاننا بنشتغل مع بعض. ميكا بعدها قالت لريان اللي حصل، فقال لها احنا بنتراقب ولو كلامك عن النينجا حقيقي معناه ان عندهم حمايه من قوه
كبيرة في أمريكا. بعدها بنشوف رايزو بيتضرب كعادته والمرة دي مغمض عينيه وبيستخدم الشفرة بكل دقة، وهنا رجع بذاكرته لوراه بعد ما بقى شاب وهو بيقاتل زميله من غير ما يشوف. في الأول زميله اتغلب عليه، لكن بعدها رايزو قدر يستعيد تركيزه واتغلب عليه بقوة وذكاء وسط إعجاب الزعيم وصديقته كيريكو. تاني يوم كيريكو هزمت زميلها في القتال، فالزعيم ادالها سكينة وقال لها اطعنيه لازم يتعاقب. كيريكو أخدت السكينة لكن ما قدرتش ورمتها، وهنا الزعيم قال لها انت عارفة القانون، فأخد السكينة وضربها في وشها. وفي الليل رايزو راح لها وكانت محجوزة من غير أكل ولا مية، فشربها مية وهنا قال لها ليه عملت كده؟ قالت له احنا ليه محبوسين هنا وبنتعامل بالطريقة دي؟ بعدها بأيام كانوا نايمين والجو برق ومطر، وكيريكو كانت صاحية وقررت تهرب، ولكن رايزو جري وراها وقال لها انت عارفة القانون، هيقطعوا قلبك من صدرك. فقالت له مش هيقدروا يلمسوا قلبي. بعدها قالت له تعالى معايا. قال لها فين؟ هو فيه ايه بره؟ قالت له حياتنا. وهنا اعترفوا لبعض بحبهم. بعدها رايزو قال لها حياتي تبقى هنا. هنا كيريكو كانت حزينة جدا. بعدها تسلقت الجدار عشان تهرب، وبنرجع للوقت الحاضر وبنشوف رايزو ماسك صورة، والغريب انها صورة ميكا ومكتوب عنوانها. وفي الليل ميكا بتركب عربيتها، فجأة لقت ريان، وهنا قال لها CIA فتش مكتبي حتة حتة. فقالت له هنعمل ايه؟ قال لها هتروحي بيتك وتجمعي حاجاتك وتاخدي اجازة. قالت له مستحيل. فقال لها ثقي فيا، وهنا ادالها مسدس وقال لها احتفظي بيه. وهنا اول ما راحت قدام البيت كانت الكهرباء قطع على المنطقة، فدخلت شقتها ومعاها كشاف وكانت متوترة. بعدها حطت الشنطة عشان تجمع حاجاتها، ويا دوب بتجيب الحاجات فلقت ظرف على الشنطة، ففتحته لقت رمل اسود. وهنا ظهر النينجا ولسه هيقتلها بالسيف. نينجا تاني وقف سيفه بسلسلة حديد، وهنا بدأ معركة شرسة بين الاتنين. ميكا اخدت المسدس وضربت عليهم نار، لكن واحد منهم ضربها. واضح انهم من نفس المدرسة وبيقاتلوا بكفاءة كبيرة. ميكا مسكت الكشاف عشان تعرف مين، ولكن هم زي الاشباح. وفي النهاية صاحب السلسلة قدر يجرح التاني ويقضي عليه بعد ما غرز السكينة اللي في طرف السلسلة في راسه. ميكا بصت حواليها مش شايفة حاجة من الضلمة، فالنينجا قال لها مش هيقفوا لغاية ما تموتي. وهنا اخدت المسدس بتاعها، فقال لها المسدس مش هينفعك. بعدها قال انا ممكن اساعدك بس لازم تثق فيها الاول. فميكا قالت له حاضر. وهنا ظهر النينجا قدامها وكشف عن وشه، والمفاجأة انه يبقى رايزو. فقالت له انا شفتك قبل كده، الكاميرا صورتك وانت بتقتل واحد منهم. قال لها انت تعرفيهم؟ قالت له الحكومات بتستاجر عشائر النينجا لتوفير القتلة المحترفين. وفجأة قال لها هم جايين. وفعلا بعدها بنشوف النينجا وصلت الشقة، ولكن كانوا هم سابوا المكان. وبنرجع لورا تاني وبنشوف كيريكو وهي بتهرب في الغابة، واعضاء العشيرة بيجروا وراها وفعلا عرفوا يرجعوها. ورايزو كان مصدوم، وتاني يوم ربطوها في العمود، والزعيم اوزونوه قال لهم العار اللي سببته مش هيتمسح الا بالدم، وادى السيف لتاكاشي وهو النينجا اللي رجعها عشان يقتلها. رايزو كان خايف جدا عليها، وهنا النينجا قرب السيف من قلبها، وكيريكو بصت لرايزو في حزن كبير وكأنها بتودعه. بعدها النينجا غرس السيف في قلبها، ورايزو كان غاضب جدا. وبنرجع لوقتنا الحالي، وميكا قالت لرايزو بعد ما هربوا تفتكر بيلحقونا دلوقتي؟ قال لها ايوه. فقالت له بس انا مش شايفه حد. فقال لها هما بيتابعوا ريحتنا. قالت له تقصد زي الكلاب؟ قال لها لا زي الثعالب. بعدها قالت له انت ليه انقذتني؟ فبدا يحكي لها انه في مره الزعيم اوزونوه طلب منه يقتل راجل مهم، والراجل كان في حمام كازينو، ورايزو كان معاه وفجاه ضربه بسكينه في رقبته. فالراجل ضربه وهو كان ضخم جدا. بعدها قومه عشان يضربه، فرايزو فضل يضربه بالسكينه، وهنا الراجل مسكه وضربه في رخام الحمام، ولسه يضربه تاني رايزو غرز السكينه في دراعه وزقه. بعدها رايزو فضل يضربه في راسه لغايه ما اختل توازنه، وهنا مسكه من راسه وفضل يضربها في الرخام بعنف لغايه ما قضى عليه. بعدها رايزو اخد ساعته وراح يقابل الزعيم فوق سطح مبنى، فجه يديله الساعه وكان معاه السلسله الحديد. اوزونوه قال له احتفظ بيها، انت خليتني فخور يا رايزو، ودلوقتي تقدر تثبت انك واحد مننا. فواحد من النينجا جاب بنت، فاوزونوه قال له حاولت تهرب مننا، وتاكاشي مسكها ولازم تنفذ القانون، واداله السيف. رايزو بص للبنت وافتكر حبيبته كيريكو، وهنا مسك السلسله وفجاه ضرب الزعيم بقوه في وشه، وهنا كل التلاميذ هجموا عليه، ورايزو فضل يقاومهم ويقتل فيهم بالسلسله الحديد، بس القدره تغلب الشجاعه، فهجموا عليه بالسيوف ومنهم تاكاشي وجرحوه بقوه، ولسه هيقوم ضربوه بالشفره الحديد اللي اخترقت جسمه ووقع من سطح المبنى في البحر. وهنا بنرجع لميكا ورايزو اللي وقفوا قدام متجر ملابس، فسالها مقاس لبسك 36؟ قالت له لا 34. بعدها راحوا فندق صغير، ولما غيرت ملابسها قالت له ضيقه شويه، فقال لها انت قلتي 34. ولما خرجوا ميكا اتصل بريان وقالت له انا معايا رايزو النينجا اللي كان في شريط الفيديو. قال لها احذري منه، فقالت له انا واثقه فيه، هو عايز يوصل لاوزونوه بس محتاج مساعدتنا. فقال لها حاضر. بعدها قالت له نتقابل في المكان المعتاد، وفعلا راحوا قابلوا ريان، واول ما وصلوا رايزو قال له ليه عملت كده؟ في ناس هتموت. وفجاه الشرطه ظهرت بكشافات ضخمه وصوابوا ناحيه رايزو الصواعق الكهربائيه، وقدروا
وقدروا يقبضوا عليه. بعدها بنشوف رايزو مسجون، وهنا ميكا قالت لريان بغضب احنا فين؟ قال لها ده مخبأ سابق لألمانيا الشرقية، هم عايزين الأمر يكون سري. قالت له رايزو مش هو العدو، فخدها في المكتب وهنا صارحها وقال لها في حد بيستخدم نفوذه الكبيرة داخل الشرطة الدولية. قالت له أوزونو عايز يقتله من سنين. قال لها أنا مصدقك ومش عايز أخاطر تاني، فادالها جهاز صغير وقال لها لو حسيتي إنك في خطر شغليه هكون عندك. بعدها ميكا راحت لرايزو وشربته مية وقالت له أنا ما كنتش عارفة إنه هيعمل كده. قال لها أنا عارف. ميكا استغربت، فقال لها ما تستغربيش، المرة الوحيدة اللي كدبت فيها كانت عن مقاس لبسك. فابتسمت. بعدها قالت له ريان هيساعدنا، فقال لها متأخر جدا لأن النينجا جايين. فراحت بسرعة لريان وحذرته إن النينجا هيكونوا هنا، لكن ما صدقهاش. وفجأة الكهرباء قطعت في المكان، وهنا الضباط بدأوا يمشطوا المكان ومعاهم الكشافات. وميكا راحت تنقذ رايزو من الزنزانة، لكن الضابط المسؤول رفض. وهنا الضباط كملوا بحثهم بس ما يعرفوش إن النينجا فوقهم، وهنا نزلوا عليهم بالسيوف يقتلوا فيهم. الضباط كانوا بيضربوا نار من غير ما يشوفوا بيضربوا إيه. وهنا النينجا قربت من الزنزانة فعلقوا ضابط بالسلسلة، فالباقي بدأوا يضربوا النار. فالنينجا هجمت بشفرات الحديد اللي فتكت بمعظم الحراس الموجودين. وهنا ميكا أخدت المفاتيح من الحارس اللي مات وراحت لرايزو فورته سلسلة حديد لقيتها، وده طبعا سلاحه المفضل. فقال لها اعجابي بيكي بيزيد، فبدأت تفتح كلبشات رجليه، ولكن مع التوتر اتأخرت ففتحت كلبشات ايديه. وقبل ما النينجا يقتله تفاداه وضربه في الحيطة وقتله بالسيف بتاعه. بعدها بدأوا يخرجوا من الحجز، وفجأة رايزو قال لها العربية في الدور اللي فوق. وهنا ظهرت النينجا ومعاهم تاكاشي، وهنا هجمهم رايزو بقوة بالسلسلة وبدأ يقطع فيهم واحد ورا التاني بسرعة وكفاءة عالية. وهنا هجموه بالشفرات الحديد لكن تفاداها بخفته، ولسه هيضرب بالسلسلة تاكاشي مسكها وشدها منه وضربه. بعدها رايزو اخد السيف وبدأ يقتلهم رغم كترتهم، وقدر يتخلص منهم واحد واحد ببراعة. ولسه هيهرب ظهر له مجموعة تانية فاشتبك معاهم بالسيف بقوة، لكن المرة دي اتساب اكتر من مرة. بعدها نط من الدور بسرعة، ولكن هم وراه برضه مش سايبينه. وهنا بنشوف ميكا كانت مستنية فسمعت صوت فمسكت المسدس، وفجأة سكينة اخترقت ازاز العربية فانطلقت بيها بسرعة. بعدها ضربت النينجا اللي على ظهر العربية بالمسدس، وهنا جريت بسرعة وسط شفرات الحديد اللي اخترقت العربية، ولكن في الاخر قدرت تخرج من المبنى وتهرب. النينجا كانت مستمرة في مطاردة رايزو اللي بيحاول يهرب بصعوبة، وفي الاخر نط من الشباك الازاز لخارج المبنى. وهنا المطاردة انتقلت للطريق السريع. رايزو كان مصاب وبيجري بصعوبة وهم وراه، فاشتبك مع اللي بقى منهم وقدر يقتلهم ما عدا تاكاشي اللي اصابه في بطنه بقوة ولسه هيشتبكوا مع بعض. العربية خبطتهم، رايزو كان متدمر، وهنا تاكاشي راح له ولسه هيقتله. ميكا خبطته بالعربية بقوة. رايزو ركب العربية فقالت له لازم نروح المستشفى. قال لها لا. بعدها اخدته الفندق، ورايزو كان مغمى عليه وجسمه كله جروح، فقربت منه وقالت له مش هقدر اساعدك بحاجة، يا ريت تسامحني على اللي هعمله. بعدها شغلت الجهاز، وهنا ريان عرف مكانها فاستنت بعيد عن المبنى، لكن للاسف النينجا وصلت اسرع من ريان اللي لما وصل مع الشرطة للمكان لقى ميكا مستنياه وقالت له النينجا اخدته. وفعلا النينجا ما قتلتهوش وقررت تاخده للزعيم يقتله بنفسه. وهنا ظهر اوزونوه بعد ما فقد عينه وقال لرايزو سعيد اني شفتك تاني. بعدها ربطوا رايزو في نفس العمود اللي اتربطت فيه كيريكو. وهنا الزعيم قال للنينجا النهارده هننتقم لشرفنا. بعدها ضرب رايزو بقوه في بطنه فنزل حاجه من بقه، والحاجه دي هي جهاز التتبع، واللي اتضح ان ميكا خلته يبلعها قبل ما ياخدوه. وفجاه ضربت قذيفه في المبنى والشرطه اقتحمت المكان وبدات تصطاد النينجا وتقتل فيهم. وهنا ميكا راحت لرايزو عشان تفكه، ولسه واحد هيقتلها ريان ضربه بالنار. بعدها اخدها ودخلها العربيه. الاشتباكات كانت عنيفه بين الطرفين، وهنا الشرطه ضربت قذيفه تانية على المبنى واقتحمته عشان تقتل الباقي، لكن تاكاشي واللي معاه تصدلهم وقتلوهم. وهنا رايزو كان في استقبالهم ومعاه سيفين. وهنا الاربعه اللي مع تاكاشي هجموا عليه فتصدلهم بكفاءه وسرعه وقدر يقتل الاولاني وبعدها التاني. وهنا رمى سيفه بقوه في راس التالت، والرابع ضربه بالسلسله لكن تفاداها ومسك السكينه بتاعتها وضربه بيها. وهنا تاكاشي هجمه بقوه ورايزو معاه سلاحه المفضل السلسله الحديد. الاتنين بينهم عداء كبير، وهنا تاكاشي تفادى الضربات بكفاءه. وهنا قال لرايزو فاكر لما صرخت وانا بقتلها، ويقصد هنا كيريكو. بعدها رايزو اتجنن وهجم عليه بعنف وشراسه ووقعه على الارض. وهنا رايزو ضربه بالسلسله في السكينه قطعت صوابعه، ولسه يمسك السيف بشماله رايزو غرز السكينه في ايديه ولف السلسله على رقبته وخلاه يقتل نفسه. بعدها راح للزعيم اوزونوه ولسه هيضربه. اوزونوه في حركه سريعه قطع السلسله بسيفه، بعدها اختفى وفجاه ظهر وراه فضربه بالسيف. بعدها ضربه بكل قوه. وهنا رايزو اخد السيف لكن اوزونوه اختفى وبقى يظهر زي الشبح. بعدها جه من وراه فاشتبكوا مع بعض، وهنا واضح ان الاستاذ تفوق على التلميذ. بعدها اوزونوه قال له كل ده حصل لان حطيت نفسك قبل العيله. رايزو قال له دي مش عيلتي. بعدها قام واشتبك معاه تاني والمره دي هاجمه بقوه،
وفجأة اختفى تاني. وهنا أوزونو هجم عليه بقوة وطعنه بالسيف طعنة قاتلة، ولسه هيقتله ميكا ضربته بالمسدس، ولسه هتكمل أوزونو اختفى. رايزو قال لها اهربي بسرعة، وهنا ظهر وراها وطعنها بالسيف. بعدها رايزو كان غضبان جدا، ولسه أوزونو هيقتله. رايزو المرة دي هو اللي اختفى من قدامه. بعدها بدأ يتحرك زي البرق ويطعن أوزونو بالسيف، فقطع دراعه. بعدها جه من وراه وغرز السيف بقوة في كتفه، فاخترق قلبه زي ما السيف اخترق قلب كيريكو، وأخيرا قدر يخلص عليه. بعدها راح بسرعة وأخد ميكا وخرج للمسعفين، ولحسن الحظ الضربة ما كانتش قاتلة. وبعد ما تعافت رايزو رجع للمكان وافتكر كيريكو، وتسلق الجدار اللي تسلقته قبل كده، وكأنه بيقول لنفسه يا ريتني كنت هربت معاها. وبكده يكون نهاية قصتنا. ما تنساش لو عجبك القصة لايك للفيديو واشتراك في القناة. سلام.